أهلا بيكم في قناة هبة نيوز. حالة من الجدل وانتقادات لاذعة لأسرة حمدي ووفاء بعد طريقة إعلان وفاء خلع الحجاب. طبعا كلنا عارفين حمدي ووفاء، وهم من أشهر اليوتيوبرز في مجال السوشيال ميديا، واللي حاليا عايشين برا مصر في تركيا، وحياتهم تماما استقرت هناك، واللي معروف إن هم بينشروا فيديوهات عن روتين حياتهم وأدق التفاصيل. ولكن في الفترة الأخيرة كان في انتقادات كبيرة لعائلة حمدي ووفاء بسبب إن ندى بنتهم في البداية قلعت الحجاب، وده خلى جمهور كبير من جمهورهم بينتقدهم. والسبب التاني، بعد وفاة والده بأيام، وفاء قررت تنزل فيديو تعلن فيه إنها قلعت الحجاب، وكمان طريقة إعلانها عن خلع الحجاب كانت مستفزة جدا لبعض المتابعين أو كثير من المتابعين، خصوصا إنها ظهرت في أول الفيديو بالحجاب، وبعدين الحجاب نفسه اتشد الشجرة، فهي سابته وراحت تعمل شعرها. فاتضايقت الناس من الطريقة ومن التوقيت، وخصوصا انه بعد اسبوعين من وفاة والد حمدي. واتقسم الجمهور بين اللي قال دي حرية شخصية وهم حرين، واللي انتقد الموضوع جدا، وخصوصا في الوقت دوت وفي طريقة الإعلان. ويا ترى رأي الجمهور ايه في اللي بيحصل ده؟ يا ترى دي حرية شخصية بين حمدي ووفاء وهم أحرار ومن حقهم يحافظوا على الترند، ولا يستحقوا الانتقاد بتاع الجمهور؟